اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنه وانتم طيبين. وما زلنا بنعمل حاجات من حاجات العيد. يا رب يعودها علينا وعليكم بالف خير يا رب. عندنا هنا رقاق طري، احنا عملنا الرقاق الناشف مع بعض، وعندنا هنا الرقاق الطري. هنعمله زي الكريب، يعني انا هعمل الرقاق زي الكريب. طبعا هو كان في الفريزر، وعقبال ما هيطلع وهيفك مننا او بدا يفك اهو، بس احطه في الكيس كده واغلفه كويس عشان ما ينشفش مني. فكده ده الرقاق الايه الطري اهو، احطه على جنب. وعندي التوابل بتاعتي اللي انا هستخدمها: ملح، فلفل، كمون. وهنعمل السندوتشات دي بقى النهارده بستريبس. هقطع الستريبس معاكم دلوقتي وهتشوفوه، وهعمله بالجمبري. بس قلنا ايه، عندي جبنه رومي، جبنه موزاريلا، وعندي خيار مخلل، وعندي الخلطه دي اللي هعمل بيها الجمبري، وهعمل بيها قطع الستريبس. وعندي هنا ايه جمبري اهو، شويه جمبري كانوا عندي مش هيكفوا نعمل بيهم حاجه، فقلت استغلهم في ايه، اعملهم كده زي الكريب، في سندوتشات زي الكريب. هقشر الجمبري الاول، تمام. وبعد ما هقشره هنقطعه برضو او تسيبيه بحاله زي ما انت حابه يعني اهو. وهخلص تقشير الجمبري ونقطع مع بعض الستريبس. كنت عملته معاكم وفرزنته برضو معاكم، تمام. عشان ما اطولش عليكم اخلص الجمبري وارجع لكم تاني. كده حبايبي خلاص، هذا الستريبس يا اما اقطعه يا اما احطه صحيح زي ما انتم عاوزين، وهذا الجمبري قطعته. وهنبقى بقى اخر حاجه هعملها التجهيزات، اللي هي ايه، الخضار بتاعنا ده هنحطه على البوتاجاز، يعني يا دوب بس يدبل. انا عايزه اتبله عشان يبقى ايه، ما يبقاش ني اهو، تمام كده. هحطه كله، طبعا انا هحط الزيت معاه كله في قلب بعضه، هحط شويه الزيت معاه كله مع بعضه كده اهو. وهحط هنا عليه كده شويه زيت، تمام. وهحط شويه كمون، وهحط فلفل اسود، جه كتير شويه مفيش مشكله. وهحط بقى هنا كده شويه ايه، ملح. وهروح على البوتاجاز اخده تقلبتين مع بعضه كده بحيث ان هو يدبل، واجي بقى اشوف هنعمل ايه في السندوتشات بتاعتنا. خلاص كده حبايبي، انا دبلت الخضار بتاعي زي ما انتم شايفين، والريحه بتاعته الروعه طلعت معايا. هركنه هنا كده بقى في جنب. وبالنسبه للستريبس بقى، عايزه تقطعيه دي مستردة، وهنجيب الكاتشب والمايونيز. هي الاكله لفه شويه ومكركبه شويه، بتاخد بس ايه ترتيبات كتير مش اكتر، تمام. هقطع بقى الستريبس بتاعنا قطع كده، وهجهزه يكون الكاتشب والمايونيز جاهز، ونبتدي نعمل الايه، السندوتشات بتاعتنا. ارجعه كده في الطبق تاني، عشان الطبق ده انا هفرد عليه الايه، الرقاقه بتاعتي. او لو انت عامله كريب مش لازم يبقى بالرقاق. انا هعمل خليط كده، احط شويه مستردة، هعمل صوص كده ادهن بيه الايه، الكريب بتاعي او الرقاق بتاعي. وهحط عليه شويه كاتشب، وهحط شويه مايونيز. الخليط ده هو اللي ايه، هدهن بيه، او الصوص ده هو اللي هدهن بيه الرقاق او الساندوتش بتاع الكريب بتاعنا. كده انا جهزت كل حاجه كده، تمام. هنا الجبنه، افتح برضو الجبنه، بطلع الجبنه. انا كنت دخلت جبنه الموزاريلا في الفريزر عشان يعني ما تتكتلش. هنزل هنا بقى على الجمبري بشويه خليط من ده، وهقلب الخليط بتاعي كويس قوي زي ما انتم شايفين كده. كده كل حاجه عندي جاهزه، الجمبري والستريبس. وعندك حشو فراخ برضو مفيش مشكله، حطي حشو فراخ، اي حاجه موجوده عندك، لحمه مفرومه حطيها عادي برضو مفيش مشاكل، اي حاجه. ده فلفل الوان وفلفل اخضر زي ما احنا قلنا، مع الايه شويه الجمبري اللي كانوا عندي. عندك شويه صبيط باقيين في الفريزر، حطيهم يعني اي حاجه هنشتغل بيها، تمام. نوسع بس الدنيا كده ونبتدي، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا طبعا طريقتين لتسويه الايه، الساندوتش بتاعنا او الكريب بتاعنا او الرقاق بتاعنا. يا اما هتعمليه على الجريل، يا اما هندخله تحت الايه، الشوايه في الفرن. طبعا الجو حر قوي والجبنه بتتكتم معانا، بس مفيش مشكله، هنحطها على جنب ونبتدي نشوف هنعمل ايه. هجيب اول واحده بقى كده معايا،
حبايبي، واخلي الباقي عندي متغطي كويس، عشان الرقاق احنا عارفين ان هو بينشف بايه بسرعه. تمام. اجي من ايه من الربع كده افتح الايه الرقاقه بتاعتي كده حبايبي. تمام. وهبتدي بقى بالايه بالجمبري. ماشي. هنبتدي بالجمبري. قدامك حل من الاثنين، عاوزه الخليط ده تحطيه على الصوص بعد ما نخلص او تدهني بيه. انا هحطه على الصوص بعد ما ايه احطه على وش الخليط بعد ما ايه اخلص. تمام. احط هنا بقى كده الحشو بتاعي الجمبري اهو كده حبايبي. وابتدي احط الجبنه الرومي، اي نوع جبنه عندك بقى حطيه، يعني مفيش ايه مشكله، اي حاجه عندنا بنشتغل بيها. وهحط الايه الموزاريلا، هي طبعا برضو اتكتلت، برضو للمطبخ حر جدا. هنحط كده الموزاريلا كده كفايه قوي. تمام. وابتدي احط شويه من الصوص ده على الحشو بتاعنا زي ما انتم شايفين كده، وبعدين اقلب دي كده، وبعد كده اقلبها تاني. تمام زي ما انتم شايفين، وبعد كده اقلبها اخر مره كده حبايبي. طبعا الحته دي عايزه تسيبيها تسيبيها، مش عايزه تسيبيها ممكن ايه اشيلها، بس انا هسيبها هنا من هنا كده، وهحاول الزقها في قلب الايه كده حبايبي. طبعا احنا الحشو هتحسيه قليل شويه، ممكن تزوديه ما عنديش مشكله، نزود الحشو شويه اهو. عندي البراح اهو، ازود الحشو فيه كده. واصبح ده اول واحد هنعمله من الايه الجمبري. نعمل واحد تاني. عندي بقى الصينيه انا هرص وبسوي عشان يبقى سخن. احط كده الاول في الصينيه وهسيبه على جنب، مش مشكله اغطيه بقى لان انا كده كده ايه هسويه. نعمل واحد تاني. نفس الحشو برضو، هاجي من النص من الربع كده افتح الربع ده اهو. تمام. هنعمل ده بقى فراخ اهو. هنحط الايه الستريبس بتاعنا كده، وهحط الايه الجبنه. طبعا عايزه تكتري كمان قطعه الستريبس مفيش مشكله، نكتر اهو. ونحط الجبنه، واحط الجبنه الموزاريلا كده. يبقى انا عملت واحد جمبري، وهعمل ده ستريبس، وهحط الايه الصوص بتاعنا اللي احنا عملناه الكاتشب والمايونيز والمستردة على الوش. وهبتدي احط قطع الخيار المخلل. حابه تحطي فيه الجمبري خيار مخلل برضو حطي انتي وراحتك، يعني عايزه تحطيه بره لوحديه برضو براحتك، كفايه قوي كده. وهبتدي بقى اقلب الربع ده معلش، واقلبه تاني كده، وبعدين اقلب الناحيه دي. وزي ما اتفقنا هنلزق دي كده من الايه الجنب، وابتدي احطها في الصينيه. طبعا زي ما قلت لكم الحشو كده مظبوط، الحشو عندي حلو قوي كده. عايزه تزودي الحشو شويه نزود الحشو شويه، وهنحطه برده هنا في جنب. هسوي بقى الجمبري لوحده وهسوي ده لوحده. خلص الحشو الاول وبعد كده نشوف. كده حبايبي خلاص خلصنا كميه الجمبري، وهنروح بقى نشغل البوتاجاز. انا هعمله على البوتاجاز من فوق كده حبايبي. حطيناها على الطاسه او الجريل زي ما انت حابه، دهناها زيت من فوق ومن تحت، وهفضل اقلب فيها ولحد ما تتحمر من الوش اللي تحت ابدا اقلبها على الوش اللي فوق كده حبايبي. قلبنا على الوش الثاني، اوطي النار او اهدي النار عشان احس ان هي معموله كويس قوي، وخلص الكميه كلها وارجع لكم تاني. حبايب قلبي خلاص عملنا الرقاق بتاعنا كريب زي ما انتم شايفين كده. عملناه بالجمبري وعملناه بالايه الستريبس كده. خلاص خلصنا، وده الصوص المتبقي مننا للي حابب ايه يعني يغمس بيه كده. خلاص خلصناه زي ما انتم شايفين، وطالع معانا بالجمال ده. شايفين عامل ازاي كله مقرمش ازاي؟ شايفين القرمشه بتاعته عامله ازاي وطري من جوه، والحاجه عندي مستويه وزي الفل. اتمنى حبايب قلبي لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب للقناه وفعلوا جرس حبايب عشان يوصل لكم كل جديد، ويا رب دايما اشوفكم على خير.